تعود على الثاني، واحد يألف الثاني، فيكبرون مع بعض إلى أن تستحكم قواهم العقلية، قراراتهم، عاداتهم، طبايعهم تنسجم مع بعض. إذا صار الانسجام لا يكون هنالك الطلاق. أما شاب اللي عمره 30 سنة هذا قواه العقلية كاملة، عنده قرارات، عنده مستقبل، عنده أفكار، عنده آراء، عنده عادات، عنده طبايع معينة ومستحكم عليها، 30 سنة عنده استحكام. البنت كذلك، دخلت للمدارس، دخلت للجامعات، تخرجت، أصبحت طبيبة، أصبحت موظفة، عندها آراء، عندها طبايع، عندها أخلاقيات. عادة أو في كثير من الأحيان حينما يجتمعان تحت سقف واحد لا ينسجمان. صحيح شيخنا لو لا ينسجمان، يؤدي إلى الطلاق. ليش واحد هيك شيء يسوي؟ الزواج المبكر البسيط يقف دون الطلاق، زواج المتأخر المعقد. الآن الطلاق شائع في مجتمعاتنا، في بعض البلاد الإسلامية 60% من الزواج يؤدي إلى الطلاق، 80% من الزواج يؤدي إلى الطلاق، إحصاءات رسمية أكو. من فلسفته، من أسبابه تأخير الزواج. سهلوا الزواج، بناء الزواج على الأخلاق، على الإيمان. الآن إحنا عندنا بناء الزواج على البيت، على السيارة، على الراتب، على الجواز، على الماديات عموما فقط. نشاهد دمار في البيوت. أما إذا بنينا الزواج على حسن الأخلاق، على التقوى، على الإيمان، الزوج مؤمن خلوق يكرم زوجته، الزوجة مؤمنة خلوقة تحترم زوجها، الحياة تكون مستقرة.